السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. طيب النهاردة بقى هنكمل الطريقة التانية في إزاي اختار عنصر ال HTML اللي أنا عايز أديله التنسيقات. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على طريقة ال ID، وقلنا لو أنا عندي الإيليمنت بتاعي وعايز أديله تنسيقات معينة ممكن أروح مسميه كده ID يساوي وأحط الاسم اللي أنا عايزه، وقلنا بنعمل سيلكت لل ID ده. طيب هو انا ينفع دلوقتي لو انا عندي مثلا هنا ديف تاني، لو انا عندي هنا كده ديف كمان، ادي ديف اهو، وعايز نفس التنسيقات بتاعت الكونتينر دي اديها للديف الجديد ده، هو انا ينفع اعمل كده؟ ينفع اخد الاي دي ده كوبي كده واروح رايح للديف الجديد ده واعمل بيست، ويبقى كده الاتنين ديف دول ليهم نفس التنسيقات علشان ياخدوا، يعني مثلا لو التنسيق كان لون الباك جراوند لونها احمر مثلا، فيبقى هما الاتنين يظهروا الباك جراوند لونها احمر؟ لا، الكلام ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اولا علشان تشتغل بطريقه الاي دي زي ما قلنا المره اللي فاتت اختصار لكلمه ايدنتيفاير. يعني ايه ايدنتيفاير؟ ايدنتيفاير يعني معرف. ويعني ايه كلمة معرف؟ يعني بيتم ان هو اديه للعنصر بتاعي مرة واحدة فقط. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تعمل تسمية للعنصر عن طريق الاي دي، يبقى انت بتسمي العنصر بالاي دي ده مرة واحدة فقط. ما ينفعش الاي دي ده انك تديه لاكتر من عنصر. يبقى طريقة الاي دي ما ينفعش انك تورثها، ما ينفعش انك تستعملها اكتر من مرة. اديت الاي دي ده العنصر، يبقى الاي دي بتاع العنصر ده فقط، ما ينفعش اي حد تاني يستعمل الاي دي بنفس الاسم ده. طب افرض ان انا عندي اكتر من عنصر وكلهم ليهم نفس التنسيقات، انا هقعد اكتب بقى التنسيقات دي كلها كل شوية؟ قالوا لا، في طريقة تانية. لو انت عايز التنسيقات بتاعتك تقدر تستعملها اكتر من مرة، تقدر تورثها في طريقة تانية عندي اسمها طريقة الكلاس. ان انا اقدر اعمل مجموعة من العناصر او مجموعة من التنسيقات تروح لاكتر من عنصر، تروح لاكتر من كلاس. ازاي بقى؟ نفس الطريقة. لو انا كان عندي هنا div مثلا، ده div 1 مثلا، اول div عندي، طبعا اي عنصر مش شرط ان هو يبقى div، ممكن يبقى باراجراف، ممكن يبقى تيبل، ممكن يبقى اي حاجة. ده تاني ديف مثلا، ايا كان بقى ايه المحتوى اللي فيه، يعني ده ديف وجواه مجموعه من العناصر، مش فارقه معايا دلوقتي ايه العناصر دي. وادي ديف اهو، وده تالت ديف عندي. لو انا بقى عايز اعمل التنسيقات دي ليهم كلهم، اعمل ايه؟ طيب هسمي ازاي؟ هروح على الديف الاولاني واقول له كده كلاس يساوي، سميته مثلا كونتينر، واديت للكونتينر ده مجموعة تنسيقات. جيت مثلا هنا كده في ستايل، رحت قايل له ستايل، وادي سلاش ستايل اهو، وعايز انده على الكلاس ده علشان اديله التنسيقات بتاعته. انده له ازاي؟ المره اللي فاتت كنا الاي دي بنحط له هاشتاج. لو انت بتعمل سيلكت عن طريق الكلاس احط علامه الدوت واسم الكلاس بتاعك. انا سميته هنا كونتينر، هروح اقول له هنا كده دوت كونتينر، وادي قوس البدايه وقوس النهايه، واكتب هنا ال CSS language اللي انت عايزها. طبعا برضو لسه ما قلناش ال CSS بيتكتب ازاي. طيب انا كتبت هنا مجموعة تنسيقات كتير، وعايز الديف ده هو كمان يظهر بنفس التنسيقات دي، اروح اكتبها تاني؟ لا، ما تكتبهاش تاني. امال اعمل ايه؟ هروح رايح للديف اللي انا عايزه ياخد نفس التنسيقات، واروح اقول له كده كلاس يساوي، وبعد كده احط نفس الاسم كونتينر، وبالتالي يبقى كل التنسيقات اللي انت كاتبها هنا دي هيتم استخدامها، او بمعنى تاني توريثها لاي ديف هياخد كلاس بنفس الاسم ده. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز التنسيقات بتاعتي يستخدمها العنصر مرة واحدة فقط، بستخدم طريقة الاي دي. عايز اورث التنسيقات دي ويستخدمها اكتر من عنصر، بستخدم طريقة الكلاس.
وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى إن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.